زين، محامي ومترجم قانوني ومحاضر قانوني. معاكم هنا عشان نحاول نجاوب على الأسئلة الموجودة، نحاول نجاوب على كل الحاجات اللي انتوا حابين تعرفوها. مجال الترجمة القانونية مجال مش جديد قوي، بس مش كتير يعرف عنه. مجال الترجمة عموما أصلا بغض النظر عن الترجمة القانونية هو مجال مهم، ومجال في سوق العمل مهم، ومجال لما بنربطه يعني الترجمة عموما لما بتتربط بأي مجال تاني، يعني لو ربطناها بالمجال الاقتصادي أو المجال القانوني أو بتكون من المجالات الكويسة وبتفتح لينا أكتر من مكان في سوق العمل. أنا مش عارف يعني الناس اللي معانا هم ساكتين، بس أنا مش قادر أوصل للمؤهلات، فأنا أتمنى إن هم يتواصلوا معانا عشان نقدر نعرف هم خريجين إيه أو بيدرسوا إيه أو كده، ونحاول إن إحنا نساعدهم أكتر من كده. طيب، ضحى وزهراء بس اللي موجودين، هم بس اللي بيتكلموا، يعني هم بس اللي عاملين unmute. في شات طيب هنا لو حد حابب ان هو يبعت لنا حاجة، يعني ممكن حتى لو كده تكلمونا على الشات. فاللي حابب يسأل او حابب يقول حاجة انا سامعكم دلوقتي عشان اجاوبكم. دكتور لو وهنبتدي في سمحت، حاجات. اتفضلي يا ضحى. هو لو مثلا أنا عاوزة أشتغل في الترجمة بس مستواي في العربي بالذات مش قوي، يعني مش بعرف أعبر في العربي كويس. هو تعبيرا في العربي لازم احنا نكون يعني متقنين اللغة، زي ما احنا هنتقن اللغة الإنجليزية هنتقن اللغة العربية عشان نقدر نترجم بين اللغتين. يعني انت محتاجة تترجمي بين انجليزي وعربي، لازم تكوني تقدري او متمكنة من ده ومتمكنة من ده عشان خاطر تقدري ان انت تترجمي هنا وتترجمي هنا. طيب احنا محتاجين ايه في العربي لما نكون كمترجمين؟ كمترجمة انت هتكوني محتاجة ان انت تكوني ملمة بالقواعد النحوية العربية بتاعت اللغة العربية عشان تقدري ان انت تدخلي في مجال الترجمة وتصيغي الجملة بشكل صحيح. ده في مجال الترجمة in general. تمام. تمام. طيب بتبقى في كورسز للعربي ولا لأ؟ في كورسز متاحة في أكتر من مكان للعربي. وبعدين العربي لأن هو اللغة أنت ممكن تدرسيه اللي هو سيلف ليرنينج، يعني مش شرط إن أنت تاخدي فيه اه كورس مخصوص. يعني ممكن تعملي فيه سيلف ليرنينج اللي هو أنت بتراجعي على النحو كله. ممكن تقعدي مثلا فترة زمنية صغيرة تراجعي فيها على النحو واللغويات النحوية وكل ده. تمام. إيه تاني؟ مستر علاء أو مس آلاء، أنا مش عارف. طب سمعنا طيب. إيه الأسئلة تاني اللي عندكم؟ زهراء، في عندك أسئلة طيب؟ أكيد طبعا في عندي استفسارات كثيرة عن هذا المجال. بس يعني أخذت منك معلومات لما اشتغلنا الورشة، فبدي أسمع أكثر من زملائي عشان أستفيد. هو أنا محتاج إن هم يسألوا أكتر ويقولوا أكتر عشان يعني نقدر. مثلا بالورشة وضحت لنا الخطوات اللي بيبدأ فيها المترجم من الدرجة الأولى للاحتراف. طيب، فخلينا نحكي عن هذا الموضوع لأنه بتصور بفيد الجميع. ما فيش مشكلة. خلينا نتكلم الأول مثلا عن كورس الترجمة، وبعدين هنتكلم عن الأسئلة اللي أنتوا شفتوها أصلا في الإعلان الموجود قدامنا، وبعدين ندخل في أسئلتكم ممكن يكون الموضوع يتفتح قدامنا أكتر. الكورس بيكون عبارة عن ترجمة عامة وترجمة قانونية. الكورس بيكون حوالي 60 ساعة.
ال 60 ساعه ده توتال الكورس. الجنرال بيكون 30 ساعه، والليجال بيكون 30 ساعه تانيين. اول 30 ساعه بندرس فيهم الكات تول، وبندرس فيهم الكونسيكتيف جرامر، وبندرس فيهم انواع مختلفه من التراجم. يعني هنعدي على اكتر من نوع ترجمه. يعني هنعدي مثلا فيهم على الليجال والاقتصادي والجنرال وكل ده. ده كله بيندرج تحت بند الجنرال ترانسليشن، لان احنا بنحاول اننا نعرف اكتر عن المجال ونشوف شكل الترجمه اكتر عامل ازاي. طيب الكورس ده بيتطلب مني ايه في الانجليش وبيتطلب مني ايه في العربي؟ يعني انا عشان اخد اي كورس انا لازم اكون مؤهل مثلا. فانا اكون مؤهل ازاي؟ الفكره مش في انك تكون مؤهل ازاي، الفكره انك لازم تكون واثق من اتقانك للغه الانجليزيه. واتقانك للغه الانجليزيه احنا عندنا فيها اكتر من اتجاه. يعني عندنا listening وسبيكينج وريدنج ورايتنج. احنا طالما احنا هندرس دوكيومنتري او هندرس ترجمه تحريريه، يبقى احنا محتاجين اننا نكون كويسين في الرايتنج والريدنج، ومحتاجين ان احنا نكون ملمين بالجرامر بتاع الانجليش. بالنسبه للعربي لازم اكون ملم برضه بالقواعد النحويه للغه العربيه، عشان وانا بترجم انا عندي في الانجليش 12 زمن مقابل ليهم في العربي 3 ازمنه. انا محتاج ان انا اوفق بين دول وبين دول. محتاج ان انا اظبط الجرامر بتاعي صح، بحيث ان انا اطلع جملتي في الاخر ما يحسوش ان فيها حاجه متلخبطه، ما يحسوش فيها حاجه متغيره. سامعني شباب معايا؟ نعم. تمام. فبناء عليه بكون محتاج ان انا اتقن الجرامر ده، واتقن الجرامر ده عشان اقدر ان انا في الاخر اطلع بجملتي صحيحه موزونه مقبوله. طيب تعالوا نشوف بقى الاسئله اللي كانت موجوده معانا اصلا في الانونس ونشوف الاجابات عنها ايه. اول سؤال كان ايه هو كورس الترجمه العامه ومحتواه؟ وده احنا جاوبناه دلوقتي او اتكلمنا عنه. بالنسبه للسؤال الثاني اللي هو يعني ايه ترجمه قانونيه واهميتها في سوق العمل؟ طيب الترجمه القانونيه مختلفه عن الترجمه العامه. كل حاجه وليها قواعد. الانجليش دي قواعده، والترجمه اوكي. مس الاء اتفضلي. تمام. ممكن تكتب لنا في الشات او كلمينا في احنا سامعينك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه علاء الله. معاكم. هاي. اهلا بيك. سوري بقى، هي الاء وعلاء دايما بيحصل فيها اللبخه دي. معلش. ولا يهمك ولا يهمك. هو دلوقتي كنت عايز يعني بالنسبه لي الانجليزي دلوقتي عشان اقدر ابقى اخد كورس ترجمه وحاجه زي كده، المفروض مستواي في الانجليزي يبقى ليفل كام على الاقل؟ ولو انا الليفل بتاعي مش كويس محتاج اعمل ايه عشان اطور نفسي؟ هل اخد كورس انجليزي عادي ولا هيبقى في تفاصيل تانية ابقى انا محتاجها؟ خليني اقول لك انت، يعني خلينا نتكلم بشكل اوضح شويه. الترجمه ليها قواعدها المختلفه عن قواعد اللغه الانجليزيه. تمام. بس تمام. عشان انت تكون ملم بالقواعد اللي هتدخل عليها يبقى لازم تكون اصلا ملم بقواعد اللغه الانجليزيه. يعني لو افترضنا ان احنا عاملين تحديد مستوى من 10 درجات، اوكي، يبقى انا محتاج ان انت تكون مثلا في تحديد المستوى اصلا جايب 6.5 او 7 من 10. اللي هو انا اهم حاجه عندي ان انت تكون ملم بالجرامر كله، الجرامر الانجليش كله تكون ملم بيه وفاهمه وعارفه. طيب نفترض ان انا عندي مشكله في الانجليش وما عنديش وقت ان انا اخد كورس انجليش او كده. ساعتها بنلجأ حل بيكون حاجه قدامنا، حاجه اخيره بنلجأ ليها، ان انت بتاخد كتاب معين موجود فيه الجرامر كله، وبتبتدي ان انت تراجع الجرامر من الكتاب ده. فبناء عليه بتبتدي تراجع الجرامر بتاعك وتذاكر الجرامر بتاعك. بتذاكره بالطريقه اللي تفيدك عشان تأهل نفسك، لان انت اوريدي انت حابب الكورس وعاوز الكورس وعاوز تكون مؤهل للكورس. فبالتالي لما بتعمل حاجه تمهيديه ليه هتعملها وانت حاببها، فهتعملها كويس قوي.
تمام جدا، شكرا. العفو، ولا يهمك، تحت امرك. طيب ايه تاني؟ حلو، في سؤال، يعني السؤال بتاعك ده كان جميل. ف إيه... الو. ايوه. لو كنت عايز اسالك، هو يعني بعد الكورس ده ناخد يعني يبقى نبقى بعدين متمكنين في الترجمه بنسبه قد ايه مثلا؟ ثواني. طيب قولي لي سؤال تاني، معلش انا بعتذر، قولي لي تاني. بعد هو الكورس ايه؟ بعد الكورس يعني نبقى متمكنين بنسبه قد ايه ان احنا نترجم يعني، وهنحتاج بعدها وقت قد ايه بحيث ان احنا نبقى متمكنين او بروفيشنال يعني يعني نترجم. ان بصي، الترجمه بتحتاج مننا ممارسه ومراجعه وكل ده من ناحيه. من الناحيه التانيه الكورس اوريدي، وانتي في الكورس بتبتدي تترجمي وبتبتدي تاخدي فيدباك، لان الكورس بتاعنا احنا ماده علميه، وكمان في معانا جزء كبير عملي. يعني احنا معانا مادة علمية والجزء بتاعها التطبيق بتاعها بيكون عملي. فاوريدي انت داخل الكورس بتاخدي ازاي تطبقي عملي، بتاخدي فقرات، بتاخدي حاجات كتيرة ان انت تطبقي عليها، وان انت تطبقيها وتترجميها وكده. فلو انت محتاجة ان انت تكوني مترجمة بروفيشنال، بنبتدي ان احنا نشتغل على نفسنا اكتر. يعني انا لو اديتك الكورس وانت اخدتي الكورس بس، وبعد كده ولا اشتغلتي على نفسك ولا راجعتي تراجم ولا واكبتي السوق محتاج ايه، لان احنا هنتكلم في الحته بتاعت مواكبه السوق دي، فخليكي فاكراها عشان هنتكلم فيها. وعملتي كل ده، يبقى اوريدي هيحصل تباطؤ عندك في عمليه الترجمه، فهتلاقي ان مفيش شغل. اما لما تكوني مواكبه للسوق على طول، لحظه بلحظه، وشايفه السوق عاوز ايه والسوق محتاج ايه، وانواع الكلاينتس الموجوده في السوق ايه، وانواع الشغل عامل ازاي، ولو انت محاميه او خريجه حاجه تاني سواء في الترجمه القانونيه او في تراجم تانيه، ايه الجديد في الترجمه القانونيه، ايه الجديد في التراجم الاخرى، لازم نكون متابعين كل ده. الكورس لو فترته مثلا 30 ساعه، فخلال فتره 30 ساعه انت بتاخدي حاجات كتير قوي وكم كبير قوي، بنحاول ان احنا نسهله في شكل الشق العملي بتاعه. اما فيما بعد الكورس احنا مش موجودين، بس احنا موجودين معاكم على تواصل. في حاجه جديده جدت، انت المفروض بخبرتك السابقه لما بتلاقي حاجه جديده تعرفي تتعاملي معاها اسهل، لان انت عندك خلفيه مسبقه. هي مش بيكون شكلها مختلف قوي، يعني لو نزل عندنا برنامج جديد شكله مش هيكون مختلف عن البرامج القديمه، بس برضو محتاج ان انت تبقى عندك خلفيه عن البرامج القديمه اللي انت اخدتيها واللي انت اشتغلتي عليها. اتمنى اكون جاوبتك كده. هو بس يعني انا كنت مع حضرتك في الورشه. اه وحسيت يعني شويه في الاول كان الموضوع سهل الى حد ما، بعد كده يعني حسيت لا يعني يعني الترجمه، يعني انا محاميه بس الترجمه القانونيه دي حسيت لا يعني لا، صعبه شويه. هي الترجمه القانونيه مش صعبه. انا دايما بقول ان الترجمه القانونيه هي ظاهريا من اتقل واصعب انواع التراجم، بس بالنسبه لك كمحاميه، او بالنسبه لشخص تاني محامي او كده، لا الترجمه القانونيه مش صعبه. الترجمه القانونيه اسهل مما نتصور، لان انت محاميه اوريدي، عندك خلفيه قانونيه، عندك خلفيه عن المصطلحات القانونيه. انت كنت معانا في الورشه بس احنا في الورشه زي ما انت عارفه احنا كنا بنشتغل مع بعض 12 ساعه. فاكره الورشه احنا اشتغلنا فيها 12 ساعه فما كانتش بالقدر الكافي ان ناخد فيها كل حاجه، او مش ناخد فيها كل حاجه، احنا اخدنا فيها كتير بس ما دخلناش في تفاصيل قوي. بس باذن الله الكورس بيدينا الفرصه دي ان احنا ندخل في تفاصيل قوي، وبتكتشفي ان الترجمه القانونيه سهله، لان انت عندك خلفيه كويسه قانونيه، عندك خلفيه قانونيه كويسه، وعندك كمان تقدري ترجعي لاكتر من حاجه. وهنعرف كمان ان الترجمه القانونيه معظمها تمبلتس ومعظمها حاجات سهله جدا. مهم. طيب لو سمحت، ايوه.
بالنسبة للسؤال اللي مطروح بال... بال... باللي بعت لنا إياه إنه الكورس لطلبة وخريجين الحقوق فقط ولا ممكن مؤهلات تانية؟ لا طبعا مؤهلات تانية، ومش شرط المحامي او سوري المترجم القانوني يكون محامي. دي فكرة خاطئة جدا. بدليل على فكرة ان افضل المترجمين القانونيين في السوق مش خريجين حقوق خالص. نعم. اصل الترجمة كشغلها ممكن تتاخد باكتر من شكل. يعني ممكن تتاخد كشغلانة ثابتة في مقر ثابت، وممكن تتاخد كشغلانه ثابته فريلانس، ممكن تشتغليها فريلانس جنب اي شغلانه تانية، وممكن تربطيها بمجالك وتشتغلي فيها، لان اي مجال محتاج ترجمه. صحيح. هو الروم قدامها 10 دقايق بالظبط وتفصل. لما هي تفصل هندخل تاني على نفس اللينك. اوكي تمام، تعالوا نكمل بقيه الاسئله الموجوده، وانتوا لو حابين تسالوا تاني هنجاوب على اسئلته. طيب، كورس الترجمة القانونية وإيه أهميته في السوق؟ كورس الترجمة القانونية أنا لازم الأول أكون ملم بالترجمة العامة، وعارف قواعد الترجمة العامة، وعارف إيه هي قواعد اللغة الإنجليزية قبل ما أعرف الترجمة العامة. وبعد كده بدخل على حاجة اسمها legal drafting rules، اللي هي قواعد الصياغة القانونية، وبطبقها مع الترجمة بحيث إن أنا أحافظ على الترجمة القانونية بتاعتي وتطلع صحيحة. لأن الترجمة بتاعتي القانونية بتتطلب مني ترجمة الموضوع حفاظا على الشكل. يعني بترجم الموضوع مع مراعاة ومع حفاظي على الشكل بتاعي. طيب أنا دلوقتي ترجمت موضوع ما لبلد ما وخلاص، أنا كده ترجمت الموضوع وبقيت ملم بالموضوع، أبتدي أظبط الشكل بتاعي عشان يكون مقبول في المكان ده. يعني أنا لو شخص مصري وبترجم حاجة لكندا مثلا، فلازم أكون عارف شكل الوثيقة اللي أنا بترجمها دي. يعني لو بترجم شهادة ميلاد أكيد كلنا عارفين ان شهاده الميلاد في مصر مش هي نفس شهاده الميلاد في كندا، في شكل مختلف، بس قد تكون البيانات هي واحده. فانا بترجم البيانات الموجوده وبترجمها كويس، وبعد كده بحافظ لها على الشكل بتاعها. تمام كده؟ تمام يا دكتور. تمام. تمام. ده بالنسبه لجزء الترجمه القانونيه. طب اهميتها ايه في سوق العمل؟ اهميتها ايه؟ الترجمه القانونيه بتحتاج دقه، بتحتاج مهاره من المترجم. مش مشكله ان هو ياخد فيها وقت، بس مطلوبه في سوق العمل جدا، لان هي من التراجم اللي ليها وزنها وليها سعرها في السوق. طيب، المترجم القانوني لازم يكون خريج حقوق؟ قلنا لا، مش لازم يكون خريج حقوق. الترجمه القانونيه كنوع من الترجمه مهم جدا. كل المجالات تستفيد منه، مش شرط خريج حقوق بس. هي الفكره ان خريج حقوق بس بيكون عنده خلفيه قانونيه مسبقه، فبتساعده في مجال الترجمه. طيب ده يساعدني في الشغل؟ اه طبعا يساعدني في الشغل. الترجمه القانونيه تساعدني في الشغل في مكاتب الترجمه، تساعدني في شغلي في مكاتب المحاماه، تساعدني في شغلي في الشركات. ممكن اربطها باكتر من مجال وحاجات كتير قوي، زي مثلا الترجمه القانونيه ان انا ممكن اكون مترجم قانوني لدى جهات دوليه زي اليو ان، ممكن اكون مترجم قانوني في جهات تابعه لليو ان برضو، ممكن اكون مترجم قانوني في شركات مالتي ناشونال، ممكن اكون انا هنا في مصر وشغال مترجم قانوني مع شركه بره مصر. طيب ده بيتطلب مني طبعا، بيتطلب منك الدقه، وبيتطلب منك ان انت تكون على علم بقواعد الترجمه وعلى معرفه بقواعد الترجمه. طيب احنا على علم وعلى معرفه. انا لما بروح اقدم في مكان على شغل، ايه اللي بيحصل معايا؟ سامعني كويس؟ تمام. نعم. الناس اللي كانوا معانا في الورك شوب فاكرين ان انا قلت لهم اهم حاجه التست بتاعك. اي مكان دلوقتي مش هيقول لك انت معاك شهاده عامله ازاي ولا مؤهلك عامل ازاي. انت مجرد ما بتدي له السي في بتاعك وبتقول له انا مترجم قانوني، بيطلب منك اولا بورتفوليو. لو اديته البورتفوليو ده وشاف ان البورتفوليو وشغلك في البورتفوليو كويس، بيقول لك اوكي تمام، البورتفوليو عجبنا، بعد اذنك هنعمل تيست صغير. التيست في الغالب بيكون اونلاين لو هو محتاج فريلانس او كده، بيعمل لك التيست ده اونلاين. انت بتاخد التيست، بتجاوب عليه في فتره زمنيه محدده، هو انتوا بتحددوها مع بعض،
وبتبعته له accepted اوكي، بتبقى معاه من ضمن الفريق بتاعه. وقت ما بيحتاج ترجمه او وقت ما بيحتاج مترجم بيلجأ ليك وبيكلمك وبيقول لك انا محتاج ترجم لي كذا، محتاج ترجم لي كذا. وده موجود في اكتر من دوله. وعلى فكره مش شرط ان انت تكون مصري وشغال مع مصريين بس، لا، انت ممكن تترجم في اكتر من مكان من مكانك في مصر، لان انت مش محتاج تتحرك. فهي مجالاتها في السوق ومجالاتها في الشغل واسعة جدا ومفيدة جدا. ها، محتاجين ايه تاني ولا ندخل على السؤال اللي بعده؟ دكتور لو سمحت، ايوه. في أماكن معينة بتشغل اللي مش متخصصين أصلا ترجمة ولا أي مكان عادي؟ يعني أنا مش بدرس ترجمة ولا قانون، لو حبيت أشتغل فريلانس في المجال ده. تمام، انت ممكن تشتغلي فريلانس لوحدك، مش شرط تكوني فريلانس تبع مكان، وممكن تشتغلي فريلانس مع مكان. هو المكان مش هيفرق معاه انت خريجة ترجمة او مش خريجة ترجمة، احنا بنتكلم على واقع السوق العملي. واقع السوق العملي محتاج ان هو لما يديلك بيج باللغة الانجليزية او باللغة العربية تقدري تعملي لها كونفيرت او تحوليها للغة الثانية. هي مش هو بيفرق اوريدي التخصص. مش هيفرق معاكي المؤهل خالص. تمام. الواقع العملي مختلف تماما تماما. الواقع العملي محتاج ان انت وقت ما تخلصي يديلك التاسك ده تقدري ترجعيه له باللغه الثانيه، تديه له باللغه الاس ال. هو مجرد ما يديلك الاس ال تديه له انت بالتي ال، سوري. فاهمه؟ تمام، تمام. شكرا. ايه تاني؟ في عندنا في الترجمه اكتر من مدرسه واكتر من مجال، يعني او اكتر من شكل للمدرسه. في عندنا المدرسه اللي هي الاولد سكول، وعندنا المودرن وان. بس الاولد سكول دي اللي هي كانت زمان لو تفتكروا كان قاموس ورقي وورقه وقلم وبيشتغلوا كده. طيب حاليا النيو سكول ايه بقى الاختلاف بينها وبين الاولد سكول؟ هو تقريبا ما فيش تشابه بين الاثنين اصلا. يعني انا لازم اكون على معرفه بالكات تول. طب يعني ايه كات تول اصلا الاول؟ كات تول دي هي الكمبيوتر بتاعي او اللابتوب بتاعي من اول ما بفتحه لحد ما بقفله. طيب بعمل عليه ايه؟ الديكشنريز اللي معايا اللي هي الاونلاين سورسز بتاعتي، السايتس اللي برجع لها، الكات تول اللي بستخدمها من برامج. يعني في برامج بتسهل علينا عمليه الترجمه جدا، في برامج بستخدمها انا كمترجم عشان خاطر اقدر اترجم. البرامج دي طبعا لازم اكون ملم بيها. من امثله البرامج دي وورد فاست، ترادوس، وميمو كيو. الثلاث برامج دول مهمين جدا لاي مترجم. الترادوس ده نسخه ومدفوعه الاجر وبنشتريها، وموجوده في معظم الشركات الانترناشونال او الشركات المحترمه في الترجمه. عندها نسخ ترادوس عشان الموظفين او المترجمين عندهم يقدروا ان هم يشتغلوا على البرامج دي. ليه؟ لان احيانا الكلاينت اللي بيجي يطلب مني شغل ترجمه بيطلب مني معلش ترجمه لي على ترادوس او ترجمه لي على وورد فاست. طيب انا لما اجي اترجمه له على وورد فاست انا استفدت ايه؟ وورد فاست بيساعدني في عمليه الترجمه، وفي الاخر خالص بيقول لي انت نسبه شغلك في الترجمه كانت سي 50 او 60%، والبرنامج ترجم لك 40%. فبناء عليه الكلاينت لما بيكون فاهم، هو طبعا الكلاينت بيروح للمترجم عشان يوفر وقت ومجهود، ولما بيقول لك يطلب منك برنامج زي ده فهو بيطلب منك توفير وقت ومجهود وفلوس كمان. يعني في الحالة دي هو بيحاسبك على نسبة 1% من الترجمة. يعني بكل 1% بيحاسبك عليه. فدي الكات تول. والكات تول طبعا عندنا دي في الجنرال. في الليجل انا عندي القواميس الخاصة اللي بلجأ ليها، عندي حاجات معينة بلجأ ليها، عندي اكتر من سايت على جوجل بيفيدني، اكتر من سايت بحاول ان انا ألجأ ليه عشان خاطر يسهل عليا عملية الترجمة ويفيدني اكتر في الترجمة، ويوضح لي فكرة الترجمة، مش يوضح لي فكرة الترجمة، يوضح لي اللي انا بترجمه اكتر. فالحاجات دي كلها لازم ان احنا نحاول نحافظ عليها ونكون ملمين بيها، لان انا كمترجم ما ينفعش ادخل السوق النهارده واقول له لا انا ما اعرفش يعني ايه كات تول. انا ما ينفعش اكون مترجم النهارده واقول له بعد اذنك انا عاوز اترجم ورقه وقلم، هيقول لي لا شكرا، احنا في 2020 ما فيش حاجه اسمها اترجم ورقه وقلم.
الترجمه ورقه وقلم دي لو بتديني 5 صفحات في اليوم و6 صفحات في اليوم، لا الترجمه بالكات تول هتديني 12 و15 صفحه في اليوم. يبقى انهي الافضل ليا؟ اشغل اولد سكول ولا نيو سكول؟ سكتوا ليه طيب؟ أنا نيو سكول. نيو سكول طبعا. طبعا بالنسبه لان احنا هنبدا ازاي في سوق العمل او ازاي ندخل سوق العمل او كده، سوق العمل هيحتاج مننا ان احنا نكون مؤهلين ليه بكل يعني بكل اللي احنا قلناه من شويه ده. طيب انا اهلت نفسي لسوق العمل وبقيت مؤهل لسوق العمل، هوصل لسوق. طيب نكمل. كنا بنقول ايه بقى؟ طيب إنه إزاي نبدأ في سوق العمل. ايوه تمام كده. يبقى احنا محتاجين، قلنا ان احنا نكون ملمين بكل الحاجات اللي فاتت دي، بلس ان انا يكون عندي سي في كويس، بلس ان انا يكون عندي بورتفوليو قوي. طيب انا السي في الكويس ده هبعته للمكان، مكان ممكن يطلب مني بورتفوليو، بعد البورتفوليو هيعمل لي تيست. الشهاده بتاعتي ايا كان انا اخدتها منين، ايا كان المكان اللي انا حاصل على الشهاده منه بالظبط، هيقول لي انا انت ممكن تكون معاك الشهاده واخدتها على ماده علميه، انا محتاج اشوف العملي بتاعك انا محتاجك تكون معايا عملي واشوف انت عملي عامل ازاي معايا. فيبقى انا لازم اكون ايه، ملم بالموضوع، اطبق عملي قدامه كويس، اعمله الاختبار بتاعي كويس. واختبار الترجمه مش بيكون كبير، يعني المفروض او المتعارف عليه ان اختبار الترجمه بيكون بس بالظبط ما يعادل ال 100 صفحه، ال 100 كلمه سوري. فهم ال 100 كلمه دول مجرد ما بخلصهم، لو انا عملتهم صح تمام خلاص، مفيش مشكله معايا، مفيش ازمه كده في الموضوع. إيه، بكون تبع المكان ده سواء كنت هتعين فيه او كنت هشتغل فيه فريلانس. طيب السي في انا اعمله ازاي؟ انا لازم اعمل السي في يكون مقبول شكلا ومقبول لدى الاتش ار اللي هيبص عليه، لان اي اتش ار في الدنيا بياخد في السي في بالظبط 20 ثانيه. فمش حلو ان انا يكون السي في بتاعي كبير قوي، لا ده مش يعني مش انت كده مش بروفيشنال وانت بتعمل السي في. لا انت لازم تعمل السي في اللي هو يكون فيه اللي هو محتاجه، هو الاتش ار محتاج منك ايه. لو انت مقدم على وظيفة مترجم وانت اوريدي اصلا بتشتغل مدرس، فهو مش محتاج منك ان انت تقول له ان انت مدرس والكلام ده كله، هو محتاج منك ان انت تعرفه بشغلك في الترجمة. انت محامي وهو طالب مترجم، انت لما تقدم كمترجم جنرال مثلا او كده مش هتضطر تذكره ان انت محامي، والله ده انا معايا دبلومه في القانون العام ومعايا دبلومه قانون جنائي ومعايا. لا هو مش محتاج ده منك دلوقتي، هو محتاج منك شغل الترجمه. طيب السي في بتاعي انا بنسقه ازاي؟ انت بتنسقه بناء على طلب او الاعلان اللي قدامك. لو الاعلان بادئ باكسبيرينس يبقى انت هتبدا باكسبيرينس، لو الاعلان بادئ باديوكيشن يبقى انت هتبدا باديوكيشن. شوف الاعلان طالب ايه الاول وحط ايه مقدم على ايه اخر وبتظبطه بحيث ان انت السي في بتاعك يكون في نفس شروط الاعلان، هو مجرد ما يبص عليه يلفت انتباهه يكلمك على طول، ما يتاخرش عنك في الكلام. وفي الكورس هنا معانا او بعد ما نخلص الكورس طبعا بناخد داتا بمكاتب الترجمه الموجوده سواء في مصر وبعض المكاتب اللي هي بره مصر، سواء محاماه او ترجمه، وبنبعت لهم السي في وبنعمل لهم بورتفوليو. والبورتفوليو ده احنا بنجهزه خلال الكورس، لان زي ما قلنا الكورس بتاعنا فيه جزء كبير منه عملي. بعد ما بنخلص الجزء العملي ده بيكون عندنا اخر سيشن في الكورس بنظبط فيها السي في وبنظبط فيها متطلبات سوق العمل اكتر، بنظبط فيها كمان البورتفوليو بتاعنا بناء على الحاجات اللي احنا ترجمناها في الكورس. ومش كل حد، مش البورتفوليو بتاعنا مش بيكون واحد، كل شخص فينا هيتعمل ليه بورتفوليو مختلف
لان هو مش كلنا هنترجم كل حاجه زي بعض، فبيكون ده الاختلاف، لان احنا بنشتغل عملي اصلا وبنقدم ماده علميه فبنطبق عليها عملي. وكمان بيكون معانا شهاده بان احنا حصلنا على تريننج في مجال الترجمه. ايه تاني اسئلتكم؟ ايه تاني؟ طيب انا عاوز اجاوبكم. طيب ضحى والزهراء، في برنسس هي ساكتة خالص، وفي بيبو برضو، في إسراء، وفي آيفون، ونورهان. يعني يا ريت نتكلم. طيب مش سامح سامعانا كده؟ طيب مش سامح معانا؟ طيب مستر طيب محمد. ايوه أنا بيبو. I'm هبة. اهلا بيكي. أنا مبسوطة بحضرتك جدا بجد والله. ربنا يخليك يا رب. أنا مش بجامل حضرتك، أنا أخدت كورس قبل كده كان يعني فرق السماء والأرض. طريقة حضرتك في العرض تقديمي النهاردة، أنا حاسة إن شاء الله إن إحنا هنبقى متمكنين جدا، وهنستفاد من حضرتك بأكبر كمية ممكنة. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. مش بجامل حضرتك بجد والله. حضرتك شرحك تفصيلي وبالراحة، مبسوطين بجد بإن احنا اتشرفنا بحضرتك بجد يا والله. رب يخليكي والله. انا فعلا الشرف ليا، وانا حابب برضو اجاوبكم على اسئلتكم. هي حضرتك فعلا متعاون المحاضره. جدا، يا رب حضرتك يخليك. متعاون جدا، يا رب يخليكي. هي وعندك الفكره ضمير، عندك يا رب. ضمير بجد في تقديم المعلومة. بنشكر حضرتك. يا رب يخليكي. والله الفكره الاولى اساسا من المحاضره التعريفيه دي، في ناس كتير مش بتكون عارفه المجال، وفي ناس كتير أنا ما بتحب ان خدتش هي كورس تدخل. تمام، أنا ما خدتش كورس في الترجمة القانونية، كنت أخذ كورس ما يعني. أنا خريجة تربية إنجليش. نعم. كنت أخذ كورس يعني عادي، بس مش ترجمة قانونية ولا ترجمة عموما. بس حابة يعني أتعلم مجال جديد، وإن شاء الله نستفاد من حضرتك إن شاء الله. باذن الله يا رب. يا رب تنورينا مبسوطة بجد بجد والله. بجد، والشرف. أنا مبسوطة بحضرتك والله. يا يا ريت رب يكون الناس كلها زي حضرتك. يا رب يخليك يا مستر هبه. يا رب والله. الفكره كل اللي انا كنت بقولها لكم ان يعني الاهم من ان احنا نقدم الكورس ان ما حدش يدخل الكورس وهو يعني مش فاهم ايه الكورس ده. لان لو حد دخل الكورس وهو مش فاهم ايه الكورس ده، ولا هيطلع ايه من الكورس، ولا هيعمل ايه من الكورس، ففي الحالة دي هو ممكن يظلم نفسه. فمعلش احنا مش هاخد من وقتك 60 ساعة، 60 ساعة كاملين اخدهم منك او من وقتك او كده، وفي الاخر انت تلاقي ان نفسك مش في المجال ده. لا، هاخد منك وقت وهاخد منك مجهود، وهنعمل تاسكات وهنعمل بروجكت وهنعمل اكتر من حاجة. فلو انت مش حابة المجال، يبقى حرام ان انت تدخلي المجال الاول وتظلمي نفسك. فعشان كده في ناس كتير مش عارفاه، او في ناس كتير بيختلط عليها الامر بين الترانسليشن والانجليش، وبيعتقدوا ان الاثنين واحد. فعملنا المحاضرة دي عشان نوضح لكم ده، وبإذن الله يا رب تنورونا كده. وأنا فعلا سعيد إن أنا معاكم النهاردة. إحنا الأسعد. يا رب يخليك. يا رب يخليك يا مساء. طيب حد عنده أي سؤال تاني؟ أنا معاكم. يعني احنا كده تقريبا، أنا كده ممكن أكون جاوبت على الأسئلة اللي موجودة في الإعلان، ولا في لسه حاجة ما تجاوبش عليها؟ محتاجين حاجة تاني اسألوا، أنا معاكم والله في أي حاجة. الكورس بإذن الله هيبقى شهرين وشوية تقريبا، هو زي ما سمعت. هيبقى في حدود شهرين وشوية. شهرين ونص مثلا. ممكن في الرينج ده على حسب
مرتين في الأسبوع؟ تنسيقنا للمواعيد هو مرتين في الاسبوع. تمام. هو المفروض يخلص معانا في شهرين، بس احنا بندي مثلا 10 دايز كده او 10 ايام، بحيث ان لو حصل دروب في النص، حصل حاجه اضطرينا نأجل او كده، وارد. يبقى معانا وقتنا. تمام. لو سمحت، ايوه اتفضلي. بدي أسأل عن الشهادة اللي رح ناخدها إن شاء الله بعد ما نخلص الكورس. رح تكون بناء على التقييم من الواجبات اللي رح تعطينا إياها وننجزها، ولا رح يكون في هناك امتحان نقدمه وعلى أساسه تعطينا النتيجة أو التقييم؟ طبعا في امتحان في الاخر وفي تاسكات بتتعمل. يعني الشهادتين. يعني بصي، هو الكورس كامل، انت هتاخدي شهاده بالكورس بعد ما تخلصي الامتحان. هنيجي في الاخر خالص بعد ما نخلص القسم الثاني اللي هو الترجمه القانونيه، هيكون عندنا المفروض ان احنا ناخد شهاده بان احنا عملنا تريننج، لان انا انت عملتي معايا تدريب، وانت المفروض ان انت اتدربتي معايا وعملتي معايا كمان تاسكات، ومعاكي التاسكات ده. لو انت اشتغلتي معايا يعني شهاده التريننج دي، طول ما انت شغاله معايا، طول ما احنا بنعمل التاسكات، طول ما احنا بنخلصها وبنسلمها وبناخد الفيدباك عليها، في الاخر هتقدري تعملي بورتفوليو، وهتقدري تاخدي شهاده تريننج او شهاده الخبره اللي بنقول عليها بشهرين او بثلاثه. بس شهاده الخبره اللي هي بتكون بشهرين او بثلاثه دي بتكون يعني انت لازم تكوني متمكنه في الموضوع ده، متمكنه في الترجمه، لان انت لما بتقدميها في مكان، المكان بيسالك انت اتدربتي هنا شهرين؟ انا اتدربت هنا شهرين. فبناء عليه بيجي في مخيلته، طب انت اتدربتي هناك شهرين او عملتي خبره شهرين، ليه ما كملتيش في نفس المكان؟ فلما بيعمل لك اختبار بيشوف ترجمتك ايه. فوالله ترجمتك طلعت معاك كويسه، وطبقنا المحتوى اللي درسناه والكريكولم بتاعنا كويس، اوكي، يبقى انت كده شخص انا اقدر اثق فيكي واشغلك. ساعتها لو انت ما ترجمتيش كويس او ما طبقتيش المحتوى اللي احنا طلبناه كويس او اللي احنا اتعلمناه كويس، يبقى المكان هيقول لك لا، يبقى انت اخدتي شهاده الخبره دي، لان المكان انت ما اثبتيش نفسك فيه. فبالتالي احنا بنحاول ان احنا نحافظ على كل ده. احنا بنحاول ان احنا نعمل بورتفوليو قوي، بنحاول نتعلم الترجمه. والبورتفوليو مش انا اللي بعمله ولا حد بيعمله، انتوا اللي بتعملوه بناء على التراجم بتاعتكم، وانا اللي بقى بحدد معاكم انت الفقره دي كانت عندك كويسه، هناخد الفقره دي والفقره دي عشان نحطها في البورتفوليو في الاخر. فبتعملي فايل عندك تسجلي فيه او تسيفي فيه الحاجات اللي قلنا عليها كويسه، او الحاجات اللي قلنا عليها هنحطها في البورتفوليو. وفي الاخر خالص بنعمل البورتفوليو وبناخد شكل البورتفوليو، وممكن نجهز كمان السي في سوا لو حابين، او لو كان معانا وقت تاني إن شاء الله. ان شاء الله. ايه تاني كده؟ اسئله تاني ايه؟ مش سامح معانا؟ طيب مش سامح، انا مش سامعك يا مش سامح. طيب خلينا كده، عشان برضو الناس اللي على الواتساب اللي كانت محتاجة، هم مش هيقدروا يحضروا معانا اونلاين، لو هم محتاجين اسئلة او حاجة نبعت لهم. طب انا كده بعت لهم على الجروب عشان لو حد محتاج اي سؤال او اي حاجة. بالنسبة للناس الموجودة كده، طب حتى لو حد مش حابب يتكلم، ممكن يبعت لنا على الشات لو في حاجة فعلا هو محتاجها او في سؤال هو محتاجه يعني. احنا هنبدأ امتى يا مستر؟
هو الميعاد تحديدا انا والله مش فاكره. انا المشكله ان انا بنسى كتير، فهي تمام، مس سماح موجوده. هنسألها. لا، هي مس سماح المفروض سامعانا يعني. هي خبرتني إنه ب16 الشهر إن شاء الله يوم الاثنين. يوم الاثنين 16 أمم. يعني بعد بكرة. اه بعد بكرة ممكن يوم لو الاثنين الاثنين الساعة كام؟ هو يا الاثنين أتوقع ده يا 6. الاثنين اللي بعديه. الساعة كام؟ طيب 6. الاثنين الساعة 6. هيك حكت لي، بس يمكن في تغيير ما بعرف. هو ممكن فعلا يا الاثنين ده يا الاثنين اللي بعده يعني. ما فيش طب مشكلة. واختبار تحديد المستوى يا مستر اختبار تحديد هناخده المستوى امتى؟ برضو ده يا اما هيبعت لكم اختبار تحديد المستوى، يا اما هيبعت لكم حاجه تانية، ان احنا ناخد كتاب جرامر نراجع منه على الجرامر كله. تمام. طيب ليه بناخد كتاب الجرامر وليه مش بناخد اختبار تحديد المستوى؟ لان اختبار تحديد المستوى معروف ان هو هيغطي معانا كل حاجه، اما الجرامر ده الحاجات الاساسيه اللي احنا محتاجينها. انا جوه الكورس انت هيكون معاكي فوكاب، واوريدي انا هزود معاكي حاجات معينه في الفوكاب، وهنبتدي نعرف كمان اكتر احنا نجيب الفوكاب بتاعنا منين. فعشان كده احنا بنعمل كونسنتريت على الحاجات اللي احنا محتاجينها قوي. فانا اكتر حاجه واهم حاجه انا محتاجها منك الجرامر، دي اهم حاجه عندي. الجرامر والفوكاب اهم من كده الفوكاب؟ بالظبط، لان الفوكاب كده كده ازاي؟ جاي. كده كده جاي. الفوكاب كده كده جاي. طب كلمات مش عارفين معانيها، ما احنا اوريدي انت مش هتاخدي الكورس وتفضلي قاعده يعني مش هتعملي حاجه، لا انت هتاخدي الكورس وهتلاقي نفسك بتدخلي تشوفي فقرات مترجمه، وهتدخلي تلاقي نفسك بنجيب فقرات. احنا معانا في الجزء العملي برضو احنا بنجيب فقرات، وبعد ما بنجيب الفقرات دي هتلاقي مثلا في عندنا النهارده تاسك معين ان انتوا هتاخدوا الفقره دي انجليزي، اعملي لي اعاده صياغه للفقره دي وحاولي تستخدمي لي فوكاب تاني. فهنبتدي نستخدم المواقع او الحاجات اللي احنا بناخدها في الكات تول عشان نشوف الكلمه دي ليها مرادف ايه تاني باللغه الانجليزيه غير الكلمه المكتوبه. تمام. فاوريدي يعني من النهارده نبتدي الجروب كله. رأي حضرتك ان عما نبدأ كل واحد يشتغل مع نفسه كده، يذاكر مع نفسه جرامر شوية. هنبعت لكم كتاب جرامر. هي انا مش عارف مس سماح هي سامعيني ولا لا بصراحه، لان هي هي مش بترد. سماح الظاهر في حاجة عندها أو كده، اه لأن صحيح. من أول هي من الاول المحاضرة مش ما ما فيش. فهي الكتاب هيوصل لكم خلاص ماشي. وهتذاكروه. هو كتاب مش كبير قوي، هو تقريبا 30 40 صفحه حاجه كده، وكلها الجرامر. على فكره الجرامر سهل جدا. الجرامر احنا كلنا عارفينه. الجرامر العادي ده الجرامر احنا كلنا عارفينه. هي الفكره كلها ان احنا ممكن نركب الجمله بس ما نعرفش دي يعني الجرامر بتاعها كان ايه، بس احنا اوريدي عارفينه، عارفين ازاي نبص للجمله نعرف الجمله دي صح او الجمله دي غلط. تمام. فالجرامر سهل جدا، احنا هنراجع عليه، بس انتوا هتراجعوا عليه وهندخل. ولما ندخل الورك شوب لو حسيت مثلا او شفت ان في حد محتاج حاجه معينه في الجرامر، محتاج نقطه معينه في الجرامر او كده، بتواصل معاه برايفت وبقول له انت محتاج كذا كذا كذا. حاول ان انت تضغط عليهم شويه، تراجعهم تاني، تقراهم تاني، ولو بتحتاجوا اي حاجه والله بتلاقوني معاكم يعني. دكتور لو سمحت. اتفضلي ضحى. شكرا. هو في نوع معجم عربي معين كويس ولا كلهم زي بعض ولا ازاي؟ معجم عربي اونلاين. ممكن اونلاين او كتاب مش مشكلة. في الاونلاين المعجم الكويس هو معجم المعاني، المعجم والقاموس الجامع المعاني اللي اخدناه كنت معانا في الورك شوب صح؟ عارفة. اه طيب في كتاب مثلا؟ كتاب لجرامر اللغه العربيه او كده. كلمات مصطلحات مش جرامر. بمعنى كلمات او مصطلحات في مجال ايه طيب؟ في كلمات او مصطلحات مجال، دي حاجة. أعتقد يعني مجال حابة عام. ساعتها ممكن يعني لو مجالات عامة ممكن تحملي كتب. في كتب
نسيرش عنها او نبحث عنها. انا مش هقدر اديك نوع محدد بصراحه او اسم محدد للكتب، بس انا ممكن اديلك كذا محاضره للنحو العربي ابعتهم لك لو حابه كده. ابعتي لي بس الايميل على الواتساب او ابعتي لي مسج على الواتساب، هبعت لك انا المحاضرات بتاعه الجرامر دي او بتاعه النحو. اما بالنسبه للكتب في مجالات معينه، فانت لو حابه مجال قانوني هتبحثي عن كتب قانونيه، تقري كتب قانونيه. حابه مجال ادبي هتلاقي كتب كتير قوي ادبيه. حابه مجالات اخرى في اللغه العربيه هتلاقي كل مجال فيه الكتب بتاعته وفيه كل ده. تمام، شكرا دكتور. العفو، تحت امرك. لو سمحت، ايوه. هو احنا نوصل بقى لأماكن العمل اللي هي الشركات أو مكاتب الترجمة دي ازاي بقى؟ لا انا مش سامعك. بقول لحضرتك أماكن العمل اللي هي إيه، شركات، مكاتب ترجمة كده، احنا هنوصلها ازاي؟ أو يعني نبدأ منين؟ إن احنا مثلا لو عايزين بعد ما نخلص الكورس نشتغل، يعني نبدأ ازاي ندور عليها أو ما هو نعرف ده انا أفضل انا إيه؟ انا في اخر الكورس بيوصل لكم داتا بارقام وايميلات مكاتب الترجمه اللي هي متاحه في مصر، ودي بنبتدي نبعت لها السي في زي ما قلنا والبورتفوليو اللي احنا بنعمله. دي نقطه تانية، ده بالنسبه لمكاتب الترجمه. بالنسبه لشركات الترجمه فدي اوريدي مفيش شركه ترجمه مش عندها سايت. فاحنا بنبتدي ابسط حاجه ممكن نعملها ان احنا ندخل على الفيسبوك وندور على شركات الترجمة ومكاتب الترجمة وكده، وندخل على السايت بتاعهم ناخد الايميل نبعت لهم السي في. غير كده بيكون في ترشيحات، يعني انا مثلا ممكن مكان معين يطلب مني ترشيح لشخص ما كمترجم، فانا والله انا كنت شايف ان ضحى مترجمة كويسة معايا، فانا ارشح له ده ضحى من ضمن الكورس. بالتالي احنا اوريدي واحنا مع بعض في الكورس احنا بنعمل حاجه اسمها تيم، وبنحاول نعرف بعض اكتر، وبنحاول ان احنا نكون بينا تواصل اكتر. لان لو ان شاء الله ربنا لما يكرمنا ويكون عندنا شغل او يكون في ايدينا شغل، ممكن الشغل فتره يزيد علينا، فبالتالي اعرف ازاي هوصله وهوصله لمين، فانا او هوزعه بمعنى اصح يعني. فانا مثلا ضحى جالها شغل وعندها شغل بزياده، ممكن تبتدي توزعه على مثلا على زهراء، على هبه، على زين مثلا، ونبتدي ان احنا يبقى بينا تيم كويس ونقدر نوزع الشغل مع بعض. بالنسبه لمكاتب المحاماه او الشغل في مكاتب المحاماه، فالشغل في مكاتب المحاماه بنقدم عادي جدا بالسي في بتاعنا جدا لما بيطلبوا تعيينات. غير كده كمان في مكاتب محاماه بتعمل تريننج كل سنه، بنحاول ان احنا نقدم في التريننج ده ونثبت نفسنا في ده، حتى لو كان التريننج مش ريليتد بالليجل ترانسليشن، بس اتليست هو التريننج ده ضاف لي حاجه في السي في، اضاف من خبرتي، انا اتدربت في مكتب انترناشونال هيقدر يفتح لي مجال عمل كمان مع الليجل ترانسليشن. بنحاول ان احنا على قد ما نقدر نشتغل على نفسنا، وبنحاول ان انا بحاول ان انا احطكم على الطريق والله، والكل اللي في ايدي انا مش بتاخر عنكم بحاجه، يعني انا بحاول ان انا اديكم مثلا العناوين، الارقام، الايميلات، بحاول كمان ان انا اوصل لكم او لو طلب مني ترشيحات بحاول ارشح افضل حد كان معايا او افضل 2 كانوا في الكورس او افضل الناس اللي انا شايفها في الكورس. وطبعا نسخ السي في او البورتفوليو بتاعتكم لازم بيكون عندنا منها نسخه كمان، عشان لو رشحناكم المكان بنبعت احنا السي في من عندنا والبورتفوليو من عندنا. تمام تمام كده؟ تمام. اوكي. مس سماح، هي مس سماح كانت موجوده دلوقتي، انا مش عارف هي لسه موجوده ولا راحت فين. مس سماح كده سامعينا صح؟ ايوه يا دكتور، سامع حضرتك. ايوه احنا بننادي عليكي بقالنا كتير قوي، هما كانوا بيسالوا على المواعيد
مش سامعة والله، معلش. طب ايه؟ كانوا بيسألوا عن المواعيد. كان مين بيسأل؟ كانت هبة تقريبا، هبة وزهراء. اوكي، احنا المواعيد للاونلاين المفروض كنا نبدأ الاثنين اللي جاي، بس احنا احتمال نبدأ الاثنين اللي بعده، لسه هأكد عليهم. الحضور ان شاء الله هيبقى مع بداية شهر ديسمبر. هيبقى الحضور متاح بقى للدقي والمدينة نصر، لان في ناس معانا عايزة تحضر في مدينة نصر، والدقي صعب جدا بالنسبة لهم. هو مفيش اسكندرية؟ اسكندرية احنا المفروض كنا هنبقى في اسكندرية، بس للأسف معناش غير فرد واحد بس اللي عايز يحضر في اسكندرية، وباقي الناس هيحضروا اونلاين. بعدين خلوا اسكندرية دي في الصيف، بلاش في الشتاء. بلاش في الشتاء، خلونا في الصيف، خلونا في الصيف. والله في الشتاء أحلى يعني. ايوه بس الجو عندكم برد قوي بصراحة يعني. لا عادي يعني، ده يعني في القاهرة بيبقى أسقع يعني. لا خالص خالص خالص. وحضرتك أستاذة وسام؟ ازيك؟ هو أنا الحمد لله حضرتك تمام. الوحيدة اللي معانا في اسكندرية عايزة تحضر، الباقي كله اونلاين والباقيين في القاهرة. ف يعني غالبا هيكون صعب في اسكندرية حضور. يعني أنا كده هحضر أونلاين برضه؟ للأسف، بس أوعدك في أول مرة نكون فيها في اسكندرية هتكوني معانا فور فري. هي أستاذة خلاص أسماء تمام إن شاء الله. في اللايف. دي ايه؟ أستاذة أسماء معانا؟ مش عارف. لا هو ما بتسأل على الجروب، هرد عليها على الجروب. طيب تمام. وأستاذة هبة برضو كنت عاوزة الكتاب بتاع الجرامر، صح كده أستاذة هبة؟ هو بس أستاذة هبة حضرتك كنت أكدتي معانا الحجز؟ لا أنا قلت لك هرد عليكي نص الشهر. تمام. هو وكنت عشان كنت مستنية أظبط حاجة كده معينة، والحمد لله فبإذن الله هبدأ معاكم. طيب إن شاء الله. خلاص هو تمام. الكتاب بيتباعت دايركت مع، يعني أول ما بنأكد الحجز بيتباعت دايركت لكل الناس. هنتظر بس حضرتك بعد المحاضرة نظبط مع بعض الموضوع ده، وهنبعت تمام. الكتاب لكل الناس اللي معانا اللي حضروا، اللي تمام. سوري حجزوا، واللي هيأكدوا الحجز إن شاء الله. بإذن الله. تمام. حد محتاج أي استفسار في أي حاجة تاني؟ أستاذة هبة يعني أنت اتكلمتي معانا شوية، اتكلمي معانا تاني لو محتاجة أي حاجة فعلا. أستاذة زهراء، أستاذة ضحى، يعني اللي محتاج حاجة بجد يتكلم. والله يا مستر أنا حاولوا إن يعني أنتوا تستفيدوا بجد. أنا نفسي إن أنا يعني أخرج من الكورس ده أكون متمكنة إلى حد كبير بإذن الله أتمنى والله. ذلك. حضرتك متعاون جدا، بس أنا نفسي يعني أركز بشكل أكبر، لأن أنا عندي أطفال وعندي نونو صغير. ربنا يخليهولك يا رب، ربنا يخليهولك. تسلم تسلم. بصي هو أتمنى الكورس، إن أنا أركز شوية لا كويس. لا لا انت هتركزي ان شاء الله، لان إن الكورس شاء الله. اوريدي بيكون مرتين في الاسبوع، ومعاكي بقيه الاسبوع في التاسك. انا أنا باخده بتمرن منك. كونغ فو يا مستر، أنا بتمرن كونغ فو. لا ما تقلقيش، مش هنأثر على التمرين. بعد التمرين هنذاكر. بعد التمرين هنذاكر ان شاء الله إن شاء الله وهنعمل حاجة. بإذن الله. يعني أنا عندي حماس جامد، وإن شاء الله بإذن الله نستفاد من حضرتك. بالتوفيق للجميع. يا ربنا يخليك يا رب، وبجد تشرفينا في الكورس ومنتظرينك فعلا ان شاء الله يا رب. والناس اللي موجوده كمان اتمنى اكون فعلا افدتكم. والله انا كنت مستنيكم تسالوا اكتر من كده، كنت مستني الاقي اسئله اكتر من كده والله عشان اقدر اجاوبكم عليها. أكيد حتى لو المرات مش الجاية بخصوص، المرات حتى لو مش الجاية بخصوص هيسألوا على فكرة. باذن الله. هي الفكره هو حتى بس لو مش لسه بخصوص الكورس ده، يعني لو حابين تسالوا حتى بخصوص كورسز تانية سواء هي عندنا او مش عندنا، والله انا كنت اجاوبكم على حد علمي بيها او على حد معرفتي بيها.
بس انا كلكم ساكتين. هو اللي موجود هنا خلاص، ترجمة عامة وترجمة قانونية. في ترجمة عامة وفي ترجمة قانونية أيوة. وفي صياغة عقود وفي صياغة ترجمة عقود. وفي ترجمة اقتصادية، بس لسه شوية وتكون متاحة. كده كده عشان ناخد الترجمة الاقتصادية لازم الأول نخلص الترجمة الجنرال. الجنرال الأول طبعا. الجنرال دي الأساس، بعديها ممكن نختار ليجل أو نختار اقتصادي. فالليجل متاحة، الاقتصادي هتكون متاحة برضو بنهاية الجنرال هتكون متاحة يعني إن شاء الله. تمام بإذن الله. احنا خلينا ماشيين مع حضرتك، وبعد كده اللي يجي بعد كده اللي عاوز يدخل فيه يدخل. بس احنا مع بإذن الله. حضرتك دلوقتي. حضرتك أنتوا بتدي معايا. كورس الترجمة الاقتصادية برضو؟ في حضرتك؟ الغالب مش هيكون أنا اللي بيدي الاقتصادي. تمام. احنا حضرتك دلوقتي معاك، خليكم كلنا معاك انتوا معايا دلوقتي. انتوا معايا معاك دلوقتي في دلوقتي الترجمة في الليجل. اوكي. معايا في العامة وفي الليجل. الاقتصادية في اه الغالب مش هيكون أنا، بس إن شاء الله تكون متاحة يعني. بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله. أوكي تمام. أنا اتشرفت بيكم جدا في المحاضرة دي ونورتونا احنا في شوية اكتر. الدردشة احنا دي. اكتر، احنا شكرا اكتر. جزيلا لك. يا رب يخليكم يا رب. بس لانه صار في شوية لبس، امتى بتبدأ الدورة رسميا؟ الاثنين الجاي ده الاثنين اللي بعديه. مش التنين، مش بعد بكرة، اللي بعده. يوم 23 الاثنين. تمام الاثنين 23 إن شاء الله. ان شاء الله على خير، ان شاء الله بنشوفكم على خير. على خير بإذن الله. بإذن الله. في بإذن انتظاركم. الله. نتقابل في أول سيشن إن شاء الله. بإذن شاء ولو الله. احتجتوا أي حاجة أنا معاكم على الجروب. أنا هتلاقوا رقمي، يعني أنا اللي بعت لكم الماتيريال، يعني هتلاقوا سوري أنا اللي بعت لكم اللينك، فهتلاقوا الرقم هو اللي بعت اللينك، فده رقمي اللي هو آخره 02. أيوه. لو احتجتوا شكرا حاجة لتعاون في أي حضرتك يا وقت مستر. كلموني. لا العفو على شكرا إيه، تحت لتعاون أمركم والله. حضرتك والله. تحت أمركم والله في أي حاجة. والجميع كله يا جماعة ما يتكسفش، اللي عاوز يسأل سؤال يسأل. هتلاقيه كله مكسوف أكيد. هو في ناس كتير خرجت. في ناس هو كتير يمكن خرجت. عشان المحاضرة بس تعريفية، فممكن لسه مش مستعدين أو كده. ممكن. بس اللي حابب يسأل أي حاجة، حتى لو حد حابب يسأل برايفت مفيش مشكلة خالص يعني. تمام ان شاء الله. نشوف حضرتك إن شاء الله يوم الاثنين بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله، في انتظاركم بإذن الله. إن شاء الله. شكرا يا مستر. شكرا. العفو. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا يا دكتور. العفو، تحت أمرك كده. تحت أمرك. ربنا يخليك. دكتور هو احنا كده خلصنا؟ خلاص كده احنا كده خلاص المحاضرة. هي أستاذة رحمة لسه داخلة حالا، فلو عندها أي سؤال يعني تتفضل يعني تسأله، أنا معاها يعني. لا هو تمام، انا كنت موجودة من شوية وخرجت ودخلت تاني. أوكي. للأسف مفيش. هو لا احنا إن شاء الله هنعمل حاجة قريب في اسكندرية، وممكن تحضري معانا أونلاين. على فكرة الأونلاين مش وحش والله، الأونلاين كويس. بس الحضور بيكون فيه تفاعل أكتر شوية من الأونلاين، لا على الأقل هو بالنسبة لي نفسه، أنا يعني. هو نفسه التفاعل. وهتلاقي ان انت لازم تشتغلي كمان بغض النظر عن حضور او اونلاين، لان انا بكلمك احنا جربنا ده وجربنا ده. بس لو انت حابه حاجه معينه اوكي مفيش مشكله خالص، بس انا بكلمك من الواقع اللي احنا شفناه. لا احنا لما اشتغلنا اونلاين واشتغلنا مع الناس اونلاين كان في شغل وكان في تفاعل، والاونلاين بيدي اعتماد على النفس اكتر على فكره. تمام.
فلو حابة تكوني معانا اونلاين اوكي، حابة تنتظري معانا لما نكون حضور مفيش مشكلة طبعا، تشرفينا هنا او هنا، تحت امرك في اي وقت. تمام، شكرا. اوكي، العفو. ماشي، مع السلامة كده، خلاص كده مش سامح تمام كده.